الجزائر لن تركع وللصبر حدود. بهذه العبارات وغيرها شن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هجوما لاذعا على بلد عربي شقيق لم يسمه، متهما إياه بإشعال الفتنة في دول الجوار. لم يذكر تبون الدولة بالاسم، غير أن رواد مواقع التواصل وتقارير صحفية ربطت كلامه بدولة الإمارات. طبعا منذ فترة التزم تبون بإجراء لقاءات دورية متلفزة مع الصحافة الجزائرية، وفي لقائه الأخير يوم السبت الماضي تطرق تبون إلى مواضيع عديدة، من بينها الانتخابات الرئاسية القادمة وقضية الصحراء الغربية والعلاقات مع فرنسا والأوضاع الإقليمية. لكن أكثر ما استوقف الانتباه هو رده على سؤال طرح عليه بشأن اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي تم فيه توجيه رسالة أيضا إلى بلد عربي شقيق لم يسمه بالكف عن التصرفات العدائية. في إجابته المستفيضة أشار تبون إلى أن بلاده تنأى بنفسها عن التصريح بأي كلام عنيف إزاء تلك الدولة، داعيا لها بالهداية أكثر من مرة وبأخذ العبرة من الدول العظمى التي تحترم الجزائر وفق تعبيره. وهذه مقتطفات من الحوار. في رمضان وكل الأشقاء يشهدوا على أننا ما زال ما مشيناش كلام يعني في عنف بالنسبة للناس هذو، نعتبرهم دائما أشقاء، طلبوا لهم الهداية. خريب الإنسان اللي يخصص المال تاعو باش يخرب الفتنة مش مليحة. في كل الأماكن اللي فيها تناحر بين الناس دائما المال تاع الدولة موجود، في الجوار، في مالي، في هذه، في ليبيا، في السودان. بعد مرور 3 أيام على تصريحات تبون جاءت تدوينة لأنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، وهي تدوينة رأى البعض أنها تحمل ردا مباشرا على تصريحات تبون، فيما وصفها آخرون بالمبهمة ولا تقصد دولة معينة. قال قرقاش: غريب أمر إحدى الدول الشقيقة البعيدة تمارس الغمز واللمز حول علاقتها مع الإمارات، وتواصل التلميحات المبطنة دون إفصاح أو توضيح، ومع ذلك فالترفع عن الرد والصبر على التطاول سيبقى سبيلنا، فالحكمة موروثة عند قيادتنا التي تعتبر العلاقات مع الدول الشقيقة أولوية وركيزة محورية في سياستنا. مشاهدينا، تصريحات تبون وتعليق قرقاش وما سبقهما من همز وتلميح وتحليل أججت جميعا الجدل على مواقع التواصل، ليراها البعض دليلا على وجود خلافات بين الجزائر وأبو ظبي، إذ أشاروا إلى مواقف سابقة أعلنتها جهات وشخصيات محسوبة على السلطة في الجزائر انتقدت بشدة الدولة الخليجية علنا على وسائل إعلام محلية. ومع أن القنوات الدبلوماسية الرسمية التزمت الصمت إزاء ما يثار من حديث عن وجود أزمة صامتة بين البلدين، فإن الأزمة تبدو واضحة بحسب البعض في تغريدات قيادات وسياسيين مقربين من دوائر الحكم في البلدين. من بين التعليقات التي ربطها أيضا مغردون عرب بتصريحات تبون تدوينة للأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المعروف بقربه من دوائر الحكم. قال الأكاديمي الإماراتي في تدوينة على منصة إكس: حديث رئيس دولة عربية عن دولة عربية أخرى محزن وغير موفق. سيادة الرئيس، لديك أزمات داخلية عويصة، عالجها بالحكمة والإدارة الرشيدة، ولا تسقطها تلميحا وجزافا على طرف خارجي في محاولة مكيافيلية مكشوفة للهروب إلى الخارج لتغطية أخطاء الداخل. ندعو لسيادته بالهداية في العشر الأواخر من رمضان. على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا لم تخلو ردود الفعل من المناكفات والغمز. عبد الحميد يقول: عجبا، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لم يذكر الإمارات باسمها، وإنما اكتفى بالتلميح دون التصريح مراعاة للأعراف الدبلوماسية.
أما أشرف فيقول على إكس: وكل هذا بسبب موقف الإمارات الداعم للمغرب في قضيته الوطنية قولا وفعلا. فعلا إن حالة نظام العسكر البئيس أصبحت ميؤوس منها. لميا تقول: نحن في السودان لم نلمح ولا نهمز ولا نلمز. السودان صرح بوضوح عن الأذى الذي لحق به من الإمارات، فاستبعد السودان من المقصود من هذه التغريدة. ودمتم بحالنا إن صح حديث الأدلة حول دعم الإمارات لميليشيا الدقلو، واسألوا أن تعيشوا ما عشنا، وإن كان غير صحيح والله المطلع على الخفايا فالأمان لكم. فادية تعلق وتوجه كلامها لقرقاش، تقول: تأكد دكتور أن الإمارات عندما تكون سباقة في كل شيء سيكثر حولها الغمز الذي تتحدث عنه. حفظ الله الإمارات وشعبها من الهمازين واللامزين. تدوينة أخيرة من طارق يقول: التلاسن، البغضاء والعداوة أمور باتت منتشرة وظاهرة بين القيادات العربية. أما بالنسبة للشعوب العربية فنحن أمة واحدة، اللهم اهدينا جميعا.